صباح الأنوار، أهلا بيك في الدرس رقم 1 من الدفاع الفرنسي. هي طبعا بإي 4 من خصمك، إي 6 من عند حضراتنا، دي 4 دي 5. بعد كده نايت سي 3 وبولسن فاريشن، ده اللي هنشوفه درس النهاردة. درس تاني هنشوف التارش فاريشن. درس تالت ممكن نشوف تفريع التكسير أو التقديم. لكن تعالى في درس النهاردة نركز على إيه؟ نايت سي 3 والبولسن فاريشن. هنرد بالبيشوب بي 4 ونيفر فاريشن، رابطين النايت. وهو الحقيقة هيلعب لعبة حلوة، E5 بيمنعني مبدئيا من اني اطور النايت بتاعي بشكله الطبيعي. قافل على البدء بتاع الاي. البيشوب بتاعنا، هذا البيشوب الفرنسي، محبوس. لعبة مميزة، مش هنسكت احنا بقى. C5 سنترك اللي انت او السنتر اللي انت فرحان بيه ده انا عايز اهاجمه. وبقول لك ما انتش عارف تلعب السي 3 عشان النايت بتاع حضرتك قافل، ومش عارف تشيل النايت عشان النايت مربوط. يقول لي مش هسكت، هلعب الاي 3. هنرد في هذه الحالة بإن احنا ناكل. تسألني وتقولي ينفع نرجع؟ ينفع، وممكن أوريها لك كمان شوية. بس تعالى ناكل. والأستاذ بيستعيد يقوي السنتر بتاعه، وسعيد جدا. عنده بدائين مزدوجين، ولكن يقول لك ده إضعاف بسيط، وعندي عمود مفتوح للرخ، ما عندوش مشاكل. هطور النايت بتاعي طبعا للإي 7، ما هو مع الأسف مش عارف أطوره بشكله الطبيعي. طيب، يجيب وزيره. يمكنك أن تلعب وزيرك للسي 7 وتسيبه ياكل البيدق، وندخل في تفريع اسمه البيدق المسموم او البويزند بون، ولكن تعال نشوفها بعد، يعني نشوفها قدام شوية. تعال نركز دلوقتي حالا. بنبيت بشكل طبيعي جدا. طور البيشوب بتاعه بيهاجمنا. بعض ممكن يعترض على لعبة التبيت، يقول لك انت كده بقى انا قاعد بدافع وهو عمال يهاجم. بطور النايت بتاعي، وزيره يروح الاتش 5 ويقول لي اديني كش مات لو سمحت. لا مش هسمح ولا حاجة، مفيش مات ولا حاجة ان شاء الله. يطور النايت بتاعه، اطور وزيري، طور البيشوب. زي ما انت شايف قطعه كلها في اماكن كويسه. الراجل بيستعد للهجوم. البيشوب بتاعي المسكين لسه قاعد. انا بدافع على اقصى تقدير في هذا الشكل، ولكن عادي ايه يعني. هزيع البيشوب بتاع حضرتك، تضطر انك تاكل. استعيد بالبيدق، مهادز الوزير. الوزير يرجع. اجيب وزيري، ينزل النايت، مهادد الوزير وضاغط هو ووزيره على البيدق بتاعي المسكين. لا بأس. ارجع بوزيري، لسه بدعم البيدق بالبيشوب وبالوزير، مش هيسقط ولا حاجة. يبدأ يزيح عليا. اهدد النايت، النايت يرجع. عايز اجيب النايت في جناح الملك. هدد البيشوب. النايت بتاعه عايز يبحثه عن مكان افضل، لا بأس. اخيرا بقى طلعت البيشوب بتاعي من الكيس بتاعه، ومازال برضه يعني فعالياته مش قوية. وهنا اجيب الملك بتاعي، كان بيحمي هذا البيدق اللي مضغوط عليه بالوزير عنده وبالنايت. فبقينا حامين البيدق اللي هو بتاع طبعا الجي بالوزير وبالملك. لا مزاح. هزيع عليه مهدد النايت. يحط النايت بتاعه في وسط المعسكر عندي، مكان مميز جدا. طبعا شوكة في الحلقة، هذا النايت لازم نتخلص منه. نشيل الرخ مبدئيا. الملك بقى هو مش عايز يبيت، عايز يطلعه السنتر مقفول فلا بأس، ويوسخ ببعض. عايز أخلص من هذا النايت، أتخلص منه لما ياكل. أستعيد ياكل. ممكن يكسر أو ما يكسرش. وكان هذا هو التفريع الرئيسي. عندنا كام جملة جانبية، تعال نرجع من البداية ونقولهم وما عندناش أدنى مشكلة. تعال بادئ ذي بدء أجاوبك على أول سؤال. بطلع البيشوب، بيزيح، بلعب. لما يزيح على البيشوب كنا بناكل. ينفع نرجع يا عم؟ ينفع، بس هزيح عليا تاني. هاكل. شيل النايت بتاعه، اشيل البيشوب. يحمي البيدق بتاعه عن طريق لعبة الاف 4. البيشوب بتاعي عايز اطوره، ضغط على النايت. ياكل. هستعيد بوزيري. طور النايت بتاعه. البيشوب بتاعي بحاول الاقي له اي وتر
يعني يقدر يشتغل فيه. اطور البيشوب بتاعه، اطور النايت هو يبيت، وانا مؤخرا هبيت انا كمان بعد وقت. لو اكل اطور النايت بتاعي، اطور البيشوب، ممكن اكل وهو ياكل. البيشوب بتاعي احطه في وش البيشوب بتاعه. اخيرا بقى انا عايز يعني اجد له صرفة شوية او اتخلص منه، ما هو بيشوب سيء، اتخلص منه بمنتهى السعادة بس، ويستمر التفريع. ده اسمه تفريع التأخير، الريتريت او التراجع يعني. طيب تعال نرجع من البداية ونقول جملة اخرى، نعيد نقلاتنا عادي. المرة دي هاكل وهو بياكل عادي جدا. طور النايت. في المرة اللي فاتت بيتنا. تعال نشوف الوزير يروح للسي 7 عشان ندخل في تفريع اسمه البيدق المسموم. ايه فكرة البدء المسموم ده يا عم؟ المرة اللي فاتت كنا بندافع وكان هو بيهاجم وبتاع. المرة دي هنضحي بيدق مقابل انتشار افضل او فرص هجومية افضل. تعال نتفرج. هياكل والرخ متهددة، شلنا الرخ، خد كمان بيدق. احنا خدنا بيدق وبيدق مهم، بس يطور النايت ناخد كمان بيدق. وبعد كده الاستاذ بيحاول يدعم البيدق بتاع الاي عنده بانه يلعب الاف 4. اطور النايت بتاعي يرجع بوزيره، ازيح بهذا الشكل، ولو اكل انا اكل وهو ياكل. البعض يقولك طب انا عندي كده فرص هجومية افضل، يجيب الرخ، اطور نايت مهدد الوزير يمشي، اطور وزيري اكتر. يقولك انا عندي فرص هجومية افضل في هذا الشكل، ابيت، اخبي الملك بتاعي. لو حبيت هذا الامر جميل. كان هذا اهم نقلات الايه، بيسموه بويزند بون او تفريع البيدق المسموم. عجبك؟ اهلا وسهلا. عجبك الشكل؟ على فكرة التبييت بيتلعب اكتر، هذا يرجع لك. تعال نرجع من البداية، وعايز اقول لك جملتين كمان صراع كده. تقول لي خير يا عم، ايه الجملتين؟ تعال نعيد نقلاتنا بالراحة كده. بنلعب بيطور النايت البيشوب بتاعنا يمكن ان يأكل في تفريع اسمه تفريع التأثير الديليد المتأخر. هاكل واشكرك فتحت لي البيشوب بتاعي السيء. اطور البيشوب، اطور النايت، ممكن اكل، يستعيد، اطور النايت التاني بتاعي، ابيت، هو يبيت، دنيا جميلة خالص. ممكن انا كمان لا بطور النايت بالشكل دوت، وارد عادي. او تطور البيشوب بتاعك تبقى فرحان بيه برضه، وارد. كل الاشياء واردة، كل الاشياء جميلة. تفريع لا ننصح بيه اللاعب اللي بيلعب بقطعة بيضاء، ادانا فرصة مش بطالة يعني. ماشي. تعال بقى نقول لك جملة تانية بسيطة. معلش انا طولت عليك، اتعشى ما كنتش طولت، واتعشى ما كنتش بتكلم بسرعة، واتعشى تكون مستمتع يعني. انا عندي عشمات كتير قوي النهارده. طور النايت بتاعه البيشوب بتاعنا. هياكل يا عم زي المرة اللي فاتت؟ لا مفيش اكل. امال هيعمل ايه؟ نايت اي 2 عشان لو اكلت الحصان زميله التاني يسنده بدل ما نبوظ هيكل البيت. انا اكل. نسيت اقول لسيادتك ان التفريع دوت اسمه الخين ماروكزي جامبت ليه؟ عشان هذا البيدق بيضيع. ما هو البيدق ده هتاكله ازاي؟ هتعوضه ازاي؟ يزيح على البيشوب بتاعي، اكل، يستعيد بزميله، اطور النايت بتاعي، بيشوب يربط النايت، اطور النايت التاني، يربط النايت التاني. ده انت فاضي بقى؟ طب نهدد، يرجع، ابيت، ندعم البيدق اكتر. وهذا هو التفريع بتاع الخين. يعني اتمنى تكون مستمتع بيه، شايفه لطيف. لا مش انت طبعا بتتحكم فيه ولا بيتحكم فيه. اللي بيلعب بقطع بيضاء هو اللي ممكن يختاره او ما يختاروش. تهدد البيشوب، ياكل، ممكن نكسر، دنيتنا جميلة خالص، ووضع فيه افضلية طفيفة لينا، لا بأس. طيب كده احنا خلصنا اهم الافكار اللي موجودة في البولسون فاريشن. اتمنى تكون استمتعت واستفدت بيها. سبسكرايب لو مهتم تشوف باقي الدروس، واشوفك الحلقة الجاية على خير، وسلام.